في سؤال اتكرر كتير على البيج بتاعتي، ان الاطفال بقوا ما بيفكروش في اي حاجه غير في فلوس محمد صلاح وعربيات محمد رمضان، وكل ما بيتكلموا بيقولوا اي ديزيرف كذا، انا استحق كذا. طب نعمل ايه؟ وده مرض ولا مش مرض؟ ونعمل ايه؟ ده مش مرض خالص، ده مش مرض عقلي ولا نفسي ولا سلوكي، دي حاجه اسمها آفة سلوكيه. الآفة السلوكية دي أو بالإنجليش بيبقى اسمها انتايتلمنت، إن هي شعور الطفل أو الشخص إن هو يستحق الأفضل من غير ما يبذل أي مجهود. طيب إحنا نعمل إيه كآباء وأمهات إن إحنا نتخلص من الآفة السلوكية دي؟ أول حاجة إن إحنا ننمي عند الطفل كلمة مهمة جدا من سن 3 سنين، وانا عارفه ان انتوا هتستغربوا لان الكلمه كبيره شويه، بس لازم تدخل من سن 3 سنين علشان الطفل يتبني جواه ويحس جواه بالمعنى ده، اللي هي كلمه انت مسؤول او you're responsible. من سن صغير لما ببتدي ادخل المفهوم ده، الطفل بيكبر حاسس بالمسؤوليه تجاه كل حاجه هو بيعملها. لو جينا نعمل كده جدول مقارنه بين طفل على طول بيقول I deserve او انا بستحق كذا، وطفل تاني مامته مربيه على كلمه I'm responsible، هنلاقي الطفل الاولاني بيقول انا بستحق وظيفه ما حصلتش، الطفل الثاني هيقول انا ريسبونسبل او انا مسؤول ان انا احسن من نفسي ومن قدراتي علشان اوصل لوظيفه معينه. هنلاقي الطفل الاولاني بيقول انا بستحق ان انا البس براندات واخد الكوفي بتاعي كل يوم من مش عارفه فين والاقي عليه ديون قد كده. الطفل الثاني لما يكبر هلاقيه بيقول انا مسؤول ان انا اشوف اولوياتي واشوف انا هشتري ايه وما اشتريش ايه، لو حتى عايزه اعمل براند يبقى انا لازم او اشتري براندات معينه لازم اظبط اولوياتي. فهنلاقي ده راح في طريق وده راح في طريق تاني. تاني حاجه نعملها ان احنا كاباء وامهات ان احنا نبقى كوميتد، يعني لما نقول حاجه نعملها. يعني مثلا لو انت قلت لابنك انت هتروح له التمرين يبقى تروح له التمرين، لو مش هتقدر تروح التمرين قول له انا هحاول. الصراحه مهمه جدا. ثالث حاجه علشان نتخلص من الآفة دي ان احنا ما نقولوش انت مش عارف انت من عيله مين، بلاش والنبي الكلمه دي. احنا لازم نربط الطفل، لو عايزين نربطه بعيلته مش بس باسم العيله، لا، اهم حاجه ان احنا نربطه بصفات العيله. يعني مثلا احنا عيلتنا بتحب الخير، احنا عيلتنا بتساعد الناس. رابع حاجه لازم نربط الحاجه دايما باحاديث وفي الانجيل لازم نقول كلام ديني للاطفال على طول يسمعوه. يعني اللي هو مثلا بيغسل ايده لازم نقول له ايه ده عمل احدكم عملا ان يتقنه، اغسل ايدك كويس، برافو عليك، وهكذا. التنشئه الذهنيه والكلام على طول في الدين بيخلي الطفل حاسس بالمسؤوليه وحاسس ان هو بيعمل حاجه وبيرضي ربنا كمان. خامس حاجه بقى ان الطفل دايما نخليه يبقى مسؤول، ان هو لعبه القديمه يديها لدور ايتام، هدومه القديمه يديها لناس غلابه، فان هو يدي، نعلمه من صغره ان هو يبقى معطاء علشان يحس ان الدنيا كلها مش بتلف حواليه وان في ناس تانية وان هو لازم يدي ويبقى كويس. لو عملنا ده كله هنلاقي السنس اوف انتايتلمنت او ان هو الطفل حاسس ان هو يا ما هنا يا ما هناك ولازم كل الناس تبقى في خدمته قل خالص ويمكن كمان اختفى.